السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل غدا جميل متميز، غدا يوم الجمعة بقى. لازم يكون بقى طبعا الاولاد بقى جايين وكده، فقلت هنعمل اكلة بسيطة. هنعمل فراخ مشوية في الكيس الحراري، ونعمل كمان معاها رز بسمتي زي المندي كده. طبعا الخلطة بتاعتنا انا حطيت هنا طماطمتين وقرن فلفل وبصلاية وشوية بابريك وشوية مستردة وشوية دبس رمان، وهنضربهم في الكبة. وهنا عندي الفرخة غسلاها ومنضفاها. هنجيب كمان ورق مناديل كده وننشفها كويس قوي قوي علشان ما يبقاش فيها اي زفرة ولا اي حاجة. ونبدأ ان احنا نشرحها بالسكينة بتاعتي. اقول لكم ازاي كده عشان تستوي من كل حتة. طبعا احنا مش اول مرة نعمل الفراخ، ومش اول مرة ان احنا نعمل. طبعا غسلاها وزي الفل، وكنت حطاها في الفريزر، طلعتها برضو شطفتها تاني. وهنبدأ ان احنا نجيب السكينة ونغرز بقى في قلب الايه، في قلب اللحم بتاعها زي ما احنا شايفين كده. معلش انا بعمل بايد واحدة عشان مستعجلة. بصوا الفرخة نضرب فيها كده من تحت الجلد عشان التتبيلة تخش في كل حتة زي ما احنا شايفين. والورك برضو كده نفس الحكاية اهو. وهنكسر برضو الورك عشان ما يبقاش فيه يعني اي عظم دم في العظم ولا اي حاجه، وتاخد من السوا. هضرب بقى الخلطه وارجع لكم تاني. كده بقى انا بصوا قطعت الفرخه كده من الظهر ونغستها من كل حته، وكسرت عظمه الورك عشان ما يبقاش فيها اي دم. وفتحت كده فتحات في قلب الفرخه عشان تبقى كلها تاكل من التتبيله. وادي التتبيله بتاعتي هحطها كده جوه الفرخه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على جمال النبي. لو انت وصلتي للفيديو هنا معايا صلي على النبي وقولي لي بتتابعيني منين، واكتبي لي بقى تعليق حلو زي كده. وشير الفيديو عشان البنات الحلوه الجميله اللي يكون عندها عزومه ومش عارفه تعمل ايه. من اسهل اكلات العزايم الرز البسمتي والفراخ المشويه. انا بقى ممكن تحطي دي كده في كيس حراري عادي، ممكن ان انت تشويها كده في الفرن في قلب الصينيه وتغطيها بورقه فويل، ولما تيجي تتحمر ترفعي الورقه الفويل من عليه. فاللي يعجبك اعمليه. انا بقى هحطها في كيس حراري لاني مستعجله اهو كده عشان تستوي بسرعه، او اسيبها في الفرن اي حاجه، يعني الاتنين زي بعض. بس انت لو مستعجله حطي كيس حراري، ما عندكيش كيس حراري حطيها زي ما هي كده. خلاص يا حبايبي. وفي الاخر بقى هقوم حاطه عليها معلقه صلصه. فين بقى يا حبايبي هنا الفرخه كلها بالتتبيله، والتتبيله دخلت في كل الفتحات زي ما قلت لكم. نغزنا في كله في كله، وحطيت الفتح التتبيله جوه الفرخه. يعني كده الفرخه كلها بسم الله ما شاء الله متبله زي ما قلت لكم. اوعوا تنسوا الفتحات دي تحط كده جواها عشان الفرخه تبقى طعمها حلو. هنجيب بقى الكيس الحراري بتاعنا اهو، ونحط الفرخه. انا فتحتها من الدار عشان ما تاخدش سوا وتستوي معانا بسرعه. نحط بقى الفرخه بتاعتنا كده جوه الكيس الحراري اهو، ونربطه بالرباط بتاعه بس الحراري. هنلف كده الرباط بتاعها اهو. كمان هعمل لكم فكره حلوه. الخلطه ديت هنحط بقى فيها الرز البسمتي، بس هروح اغسله واجيبه. وهنا الفرخه بتاعتي هتبقى محطوطه كده على الشبكه، وهفردها برده كده. وبعدين انغز الكيس عشان الصوص بتاع الفرخه ينزل كمان على الرز. هنشيل بقى الفرخه كده اهوت، واحط هنا في قلب الخلطه دي احط الرز. والرز البسمتي يا حبايبي كل كوبايه رز عليها كوبايتين ميه زي ما احنا شايفين كده. نحطه في قلب الخلطه. هنزود بقى هنا شويه بهارات فراخ عشان تبقى طعم الرز برده حلو اهو. معلقه كده بهارات فراخ، وعندك معلقه فلفل اسود، وعندنا هنا كركم، ومعلقه صغيره من الصلصه. ونقلب كله كده ببعضه. ما تنسيش الملح، لو عايزه تحطي شويه مرقه دجاج حطي يطعم برده الرز بتاعك. ادي الملح. عندنا معلقه هنحط بقى هنا مرقه الدجاج كده ونقلب الخلطه كلها مع بعضها. وكمان هحط عود قرفه من القرفه، وهحط كمان ليمونتين اللي هما الليمون المجفف، بيدي طعم جميل قوي 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 في الرز البسمتي زي ما احنا شايفين اهو. كده هنقلب بقى كله كده، وتدوقي الحدق بتاعك وتظبطي. هنحط بقى الميه زي ما قلت لكم. كل كوبايه رز هتحطي عليها كوبايتين ميه عشان الرز البسمتي ده بيبقى ايه ميته زايده شويه. احط شويه ملح كمان. طبعا ما تنسيش برضو تعملي حسابك ان الفرخه هتنزل عليها. تمام يا حبايبي. احط بقى كده الميه بتاعتي اهي.
لازم الميه تكون كتير عشان الرز البسمتي بياخد ميه كتير كده اهو. حطي بقى الفرخه بتاعتك كده عليها، وهنجيب ورق فويل وننغص بقى طبعا الكيس عشان الكيس ينزل ايه، ينزل ادي هنا بقى الرز هغطيه كده بورق من الالومنيوم عشان يستوي، وبرده هخرمه عشان الصوص اللي ينزل من الفراخ ينزل عليه اهم كده يا حبايبي. ورقه الالومنيوم اهو كده حطيتي بقى كده عليها عشان الرز بتاعك يطلع حلو. شايفين؟ هبدا بقى احط الفرخه زي ما احنا شايفين اهو، ونخرم الكيس عشان ما يفرقعش. هنخرم الكيس كده كام خرم، ونخرم كمان ورق الالومنيا عشان الصوص ينزل في قلب الايه، في قلب الرز. شايفين يا حبايب قلبي اهو كده بقى. هندخلها الفرن تقعد معانا حوالي ساعه ونطلعها ونوريها لكم. انا طلعت الرز بتاعنا بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين اهو. شايفين وشه ومستوي ومفلفل وزي الفل. هنحطه بقى هنا في قلب الصينيه زي ما احنا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي كده. كده بقى ادينا حطينا كده الرز بتاعنا زي ما احنا شايفينه وطالع مفلفل والمقدار بتاعنا كده وريحه الشوي. وحطيت كمان في الفرن فحمه، وممكن ان احنا نكمل. ودي الفرخه بتاعتنا زي ما احنا شايفين هتبقى. هنحط بقى على الفحمه شويه بس زيت كده صغننين عشان تدينا ريحه الفحم، واحنا مش هنقفل عليها عشان برضو ما نضرش الاكله بتاعتنا. شايفين الفرخه بتاعتنا وجمالها استوت وبقت زي الفل. شايفين يا حبايب قلبي اهو استوت خالص. الفرخه من جوه مستويه على الاخر اهو شايفين. وادي الصدر كمان بتاعها. وزي ما انتم شايفين بقى الوصفه سهله وجميله. ويا رب ان انتم الفيديو يكون عجبكم، و تنسوش ان انتوا تكتبوا لي شير كده وتجربوا الرز. انا ما عملتش فيه حاجه غير ان انا حطيته تحت الايه، تحت الفرخه. بصوا جمال الرز، شايفين مفلفل وحلو ازاي. زي ما انتوا عارفين ان الرز البسمتي بيحب ياخد ميه ضعف، والفرخه استوت في الكيس الحراري زي الفل. ويا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده. ما تنسونيش في اللايك والشير مع يوميات مس امال ومنوعات ومشروعات مس امال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.